أنا متأكد إن في سؤال كده بييجي في دماغ معظمنا إن لم يكن كلنا، والسؤال ده هو ليه مش عارف أبطّل؟ وهنا أنا مش باتكلّم عن حاجة معيّنة، كل واحد فينا مسحول في حاجة شكل، لإن في اللي اتسحل في السوشيال ميديا، في اللي اتسحل مع المخدرات، في واحد مثلًا مش قادر إن هو يبطّل عادة عنده، وكل واحد فينا بيهرب بطريقته، بس لو جينا نبُص بصدق هنلاقي إن السبب الحقيقي اللي مخلّيك مش عارف تبطّل، هو إنك مش عايز تبطّل. أنا عارف إن هي إجابة ساذجة جدًا ومش منطقية، بس هي دي الحقيقة. وفكرة إن أنا باقول إنك مش عايز تبطّل، ده مش معناه إن أنت مبسوط بالحالة اللي أنت فيها، بس هي دماغنا كده، دماغنا ما بتدوّرش على الصح، دماغنا بتدوّر على الحاجة اللي فيها الراحة، اللي بنسميها الsafe side أو الsafe zone. هي دماغي اتعوّدت على الإحساس ده، على كمية الدوبامين اللي بيطلع لك من الحاجة اللي أنت بتعملها كده، هي متعوّدة على كده، حتى لو الحاجة دي هتدمّرك على المدى البعيد، بس هي دماغك ماشية كده. فببساطة لمّا تيجي تقرر إن أنت تبطّل عادة عندك، دماغك بتوقّفك بتقول لك طب مش مستاهلة. ما إحنا تمام، بس في الحقيقة أنت مش تمام، أنت عمّال بتلِف في دايرة ما بتخلصش، وكل ما بتحاول إنك تخرج منها بتشدّك لجوّه تاني، مش عارف تكسرها، وعلشان كده في ناس فاكرة إن اللي عندهم ده ضعف إرادة، هو في نسبة منّه ضعف إرادة، بس النسبة الأكبر على الsystem اللي أنت ماشي عليه أو النظام اللي أنت ماشي عليه، الsystem ده أول ما تحس إن بقى في خلل محتاج يتعمل له reset. بس إزاي إن أنت تعمل reset لدماغك أو reset للنظام اللي أنت ماشي عليه، ده إن شاء الله هيكون في فيديو تاني. فبس لو وصلت لحد هنا وحسيت إن أنت استفدت بأي شكلٍ ما، اعمل subscribe للchannel واعمل follow صفحة الإنستجرام، وبس. سلام.